في لندن سنة 1983 جار في عمارة اشتكى إن المجاري مسدودة، ولما العمال فتحوا البلوعة لقوا قطع لحم غريبة. بلغوا الشرطة فوراً، والتحقيق قادهم لشقة رقم 23 اللي ساكن فيها رجل اسمه دينيس نيلسون. دينيس كان موظف حكومي عادي جداً، هادئ محترم، محدش يشك فيه أبداً. لكن لما الشرطة دخلت شقته لقوا رائحة فظيعة، وفي الدولاب بقايا عظام بشرية. نيلسون اعترف بكل برود إنه قتل أكثر من 15 شخص، وإنه كان يحتفظ بجثثهم في شقته لأسابيع. قال للشرطة: كنت بحس بالوحدة، كنت محتاج حد ما يسبنيش، ولما الجثث بدأت تتحلل كان بيقطعها ويحاول يتخلص منها في البلوعة، وده اللي خلاهم يكتشفوه في النهاية. الصحف سمته بعدها وحش الشمال، وتحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، ومات في زنزانته سنة 2018.